الوزير الأول عبد المالك سلال يعلن رسميا عن إعادة جزئية لبكالوريا 2016. الإعادة وحسب الوزير الأول ستمس المواد التي تم تسريبها خلال الامتحانات. هذا ومن المنتظر أن تعلن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم غد الاثنين عن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الإعادة. نعيش غش آخر في ميدان العلم والمعرفة في تربية أبنائنا غير مقبول. سلال وخلال إشرافه على مراسيم الشغال الثلاثية بإقامة الميثاق بالعاصمة أكد أن الحكومة ستكون صارمة وأن العدالة ستضرب بيد من حديد لمعاقبة كل المتورطين في قضية تسريب مواضيع البكالوريا. التحقيق سيبين وبدأ يبين، والعدالة ستضرب بقوة كل ما تورطوا في هذه القضية. غير مقبول، والحكومة ستكون صارمة في هذا المجال، لأن تفشي الغش سنحاربه، لأن لما نمس مستوى العلم والمعرفة هذا يسمى بانهيار المجتمع، هذا يسمى بانهيار الكيان الوطني، هذا يسمى كذلك المس بالشعب الجزائري. الإعادة الجزئية لبكالوريا 2016 يطرح العديد من التساؤلات، فما هي الضمانات الممكنة لعدم تكرار سيناريو تسريبات المواضيع؟ وهل ستنجح بن غبريت هذه المرة في هذا الامتحان الاستثنائي؟ وماذا عن ردة فعل التلاميذ المعنيين بالإعادة؟ الجمود الذي ستكون عواقبه واخمة علينا أخواتي إخواني أن نتحرك جميعا، كل جهودنا وقدراتنا ستكون موجهة نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية من خلال تحسين اجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي، وستلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لمنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية.